السلام عليكم يا جماعة. أنا راجل عندي 39 سنة ومتجوز بقالي سنة ونص. مراتي أصغر مني بكتير، عندها 21 سنة، ومن أول يوم جواز وأنا بحاول أعملها كويس وأوفر لها كل اللي تحتاجها، وكنت دايما بقول إن فرق السن مش مهم طالما بينا احترام ومودة. لكن من فترة مراتي استلمت فلوس ورث من أهلها، ومن ساعتها بدأت أحس إن تصرفاتها اتغيرت معايا. أنا قعدت معاها بهدوء وقلت لها إننا دلوقتي بقينا أسرة واحدة، وإن أي فلوس تدخل البيت المفروض نتناقش فيها سوا علشان نعرف نخطط لمستقبلنا ونأمن نفسنا. لكنها ردت عليا بشكل حاسم وقالت: الفلوس دي ورثي وانا اللي هقرر اعمل بيها ايه. ممكن اساعد البيت لو انا حبيت، لكن محدش يفرض عليا ادي فلوسي لحد. بصراحة كلامها ضايقني جدا. انا حسيت انها مش واثقة فيا، خصوصا اني عمري ما قصرت معاها ولا طلبت منها فلوس قبل كده. هي من ناحيتها بتقول ان ده حقها، وانها خايفة لو سلمت فلوسها لحد تضيع او تحصل مشاكل بعدين. ومن يومها بقينا كل ما نتكلم في الموضوع بنتخانق. انا شايف ان الجواز شراكة، وان المفروض اي قرار مالي كبير يتاخد بالاتفاق بين الزوج والزوجة، وهي شايفة ان الورث بتاعها ومن حقها تحتفظ بيه وتتصرف فيه بنفسها. هل اسيب الموضوع واحترم رغبتها واعتبر ان دي فلوسها فعلا، ولا من حقي ازعل لانها رافضة حتى تناقشني في مستقبل الفلوس دي؟ خصوصا ان فرق السن بينا كبير، وانا كنت دايما شايف نفسي مسؤول عن البيت وعن اتخاذ القرارات، لكن مش عايز الخلاف ده يكبر ويهدم الجواز. قولولي بصراحة، لو كنتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ وهل الجواز معناه ان كل واحد لازم يتخلى عن خصوصيته المالية، ولا ممكن يكون في ثقة وشراكة من غير ما طرف يسيطر على فلوس التاني؟